بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض كفتة السمين، وصفة حلوة جدا ومشهورة جدا والكل بيحبها. كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم. عيد الاضحى داخل علينا، تقدروا تعملوها في وصفات العيد، مش هتاخد معاكم وقت خالص، والوصفة دي بجد الكل بيحبها. جربوها وقولي رأيكم فيها، اللي ما يعرفهاش يجربها. معايا هنا هو نص كيلو من اللحمة المفرومة، هحط عليهم بصلاية كبيرة مبشورة ومصفياها من المية بتاعتها، وهاخد التفل بس بتاعها. هحط عليهم كمان ربطة من البقدونس او من الكزبرة الخضراء. دي هنا انا معايا كانت كزبرة خضراء، لو في بقدونس تقدروا برضو تستخدموا بقدونس. ومعايا حبة من الطماطم وحبة من الفلفل الاخضر مقطعاهم قطع صغيرة خالص، والطماطم كمان شايلة منها البذر بتاعها عشان ما تنزلش ميه في اللحمه المفرومه. البهارات بتاعتي معايا ملح وفلفل اسود وبصل بودر وثوم بودر وبابريكا، ومعايا نص معلقه من بهارات اللحمه ورشه صغيره من جوز الطيب، ومعايا كمان نص معلقه صغيره من البيكنج باودر. هقلبهم كده كويس جدا مع بعض وعجينهم حلو جدا مع بعض، تقريبا مش اقل من 5 دقايق لحد ما يوصلوا معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. لازم نفضل نعجن فيها كويس جدا. هغطيها بقى وادخلها التلاجة ترتاح شوية، تقريبا مش اقل من 10 دقايق. تقدروا تسيبوها 10 دقايق او ربع ساعة ترتاح بس كده شوية في التلاجة. وبعد 10 دقايق هطلعها بقى على طول، وابدأ اشكلها واكورها كور صغيرة. دي معايا هنا مية البصل اللي طلعت من التفل بتاع البصل، هدهن بيها كده هوت ايديا، واخد قطعة صغيرة من اللحمة المفرومة اكورها كور صغيرة. ما تخافوش، هنا ميه البصل مش هتخلي اللحمه المفرومه تفك، بالعكس ده بتخليها تتماسك بسرعه، وميه البصل بتدي طعم حلو جدا معاها. نحاول على قد ما نقدر نشكل اللحمه المفرومه كلها تبقى قد بعضها وما نصغرهاش قوي، لان لو صغرناها قوي احنا عارفين ان اللحمه المفرومه بتكش شويه، فنحاول كده نخليها وسط. هنشكل النص كيلو كور باللحم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. هنخلص الكميه كلها بنفس الطريقه. كده خلاص خلصنا الكمية كلها بتاعتنا. شايفين ده كده كان شكلها. هنبدأ بقى نجيب الحلة بتاعتنا او الطاسة بتاعتنا اللي هنحمر فيها الكفتة. هحط فيها معلقة كبيرة من الزيت، ونص معلقة صغيرة انا حاطة فيها كمان نص معلقة صغيرة من السمنة البلدي. ودي هنا هوت معايا دهنة ضاني. هنا في الوصفة دي الدهنة هنا يعني هي اساسي في الوصفة، لانها هي اللي هتدي الطعم والريحة بتاعت كفتة السمين بتاعت الشارع اللي احنا بنشمها وعارفينها. ناس كتيرة جدا بتروح المطاعم عشان الوصفة دي مخصوص. بعد ما هنا الدهنة ساحت ونزلت السمين بتاعها واخدت اللون الذهبي دي، انا هطلعها هخرجها علشان ما تتحرقش معايا. هبدأ بقى احط الكفتة معايا او اللحمة المفرومة في الطاسة كده اهوت. وهنا لازم النار تكون عالية جدا عشان اللحمة المفرومة ما تنزلش المية بتاعتها. ومش هقلب فيها خالص، انا هسيبها لحد ما تحمر وتاخد لون، وابدأ اقلب فيها الاتجاه التاني عشان ما تفكش معايا. خلاص كده انا حطيتها ومش هقلب فيها خالص لحد ما تاخد اللون الذهبي زي ما احنا قلنا، وبعدين اقلبها. ما استعجلش عليها عشان ما تفكش معايا. خلاص هنا كانت اخدت اللون، هبدأ بقى اقلبها على الاتجاه التاني، وبرضو هسيبها مش اقل من دقيقتين لحد ما لونها يحمر وتبقى شكلها كلها لون واحد. بعد ما خلاص كلها اخدت اللون كده هو زي بعض، خلاص هي كده يعتبر كده اللحمة المفرومة تقريبا كده هي استوت 3/4 سوا. شايفين ده كده خلاص شكلها. هكون مجهزة معايا بصلاية مقطعاها جوانح، هحطها عليها وهقلبها كده هوت مع اللحمة المفرومة تقريبا لمدة دقيقة.
هسيب بس كده البصل اللي يدبل شوية، وبعدين هكون مجهزة معايا فلفل الوان احمر واصفر واخضر. تقدروا كمان لو عايزين تحطوا فلفل حار معاها تقدروا تستخدموا فلفل حار كمان. معايا هنا هو 4 فصوص من الثوم مهروسين. هنشوح بقى كده الفلفل مع الثوم مع البصل والريحة مش قادرة اوصفها لكم. والله بجد وصفة حلوة جدا. انا سبتهم كده هوت مع بعض تقريبا 3 دقايق، وخلاص بقى هي كده خلاص استوت، وهطلعها هصفيها بقى من السمين بتاعها. معايا هنا هو ده طبق مقطعه فيه كزبره خضراء، هطلع الكفته عليه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وده كده كان شكلها خلاص بعد ما خلصت. تقدروا بقى تقدموها مع اي حاجه انتوا بتحبوها، مع بطاطس، مع رز ابيض، مع مكرونه، مع عيش بلدي، مع عيش فينو. وصفة حلوة جدا وسريعة وما اخدتش والله وقت خالص. جربوها في وصفات العيد، وكل سنة وانتم طيبين. هنقدمها كمان هنا، انا قدمتها هنا كمان مع طحينة. تقدروا كمان تعملوا معاها سلطة خضراء. جربوها وقولوا لي رأيكم فيها. يا رب الوصفة تكون عجبتكم والفيديو يكون عجبكم، وعيد سعيد عليكم، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة.